واش انت هي اللي كتضلي تبكي وتشكي نفس الاعذار نفس المشاكل؟ انا خانوني، تعداو عليا، عائلتي ما كيعاملونيش مزيان، الوضع المادي ديالي ما معاونيش، كون زادي في بلاصه اخرى غنكون حسن، كون عندي الفلوس بزاف غندير بزاف د الحوايج وبلا بلا 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 بلا. ولكن خليني نقول لك انه حتى واحد ما مهتم، حتى لو داز عليك العذاب غادي يحزنوا عليك شويه، ولكن حتى واحد ما غادي يعاونك، وحتى واحد ما ملزوم انه يعاونك. فحبسي هاد العقليه حيت كتضيعي غير وقتك. الا كنتي حتى نتي كتشوفي راسك ضحيه ولا بغيتي تخلصي من هاد الدور الضحيه، كملي فيديو حتى الاخر حيت عندك خطوات باش تخلصي من هاد العقليه. اولا شنو هي هاد عقليه الضحيه؟ عقليه الضحيه هي ببساطه انك كتعرضي المشاكل اولا كتعرضي الخيبات امل المصائب اي حاجه، ودائما كتبقاي تشوفي راسك انت ضحيه بزاف على الناس الاخرين، وكتشوفي راسك بوحدك اللي متاثره وبوحدك اللي كتعيشي الحزن، بوحدك اللي عشتي واحد الحزن كبير، وعوض ما تجاوزيه ولا تحاولي تحلي المشكل كتبقاي واحله فيه. عقليه الضحيه كتخليك تنتظر الانقاذ عوض ما تتحركي انتي، كتخليك تسني عند الناس يبغيوك ولا يهتموا بيك عوض انتي ما تهتمي براسك وتهلاي في راسك، كتخليك تسني عند الناس الاخرين تفرتي ديال داكشي ديالهم اللي كيشاط عليهم عوض ما تنوضي وتصنعي لك انتي كميه كبيره، كتسني منهم فلوس اهتمام حب، يخرجوك يعطوك اي حاجه انتي ما عطيتيهاش لراسك، كتخليك مدلولة عند الناس. حتى في الأصدقاء ديالك ولا شريك الحياة ديالك عائلتك دائما كتخليهم يبانوا هما كبر منك، وكتربطي السعادة ديالك بالتصرفات ديالهم. دائما سعادتك إلا فرحوا هما، إلا انبسطوا هما، إلا رضاو عليك هما. ودائما كتخلي الماضي يتحكم في الحاضر ديالك، اولا تقدري تكوني عايشه كاع في الماضي، دائما كتفكري شنو جرى لك من نهار خلقيتي، من نهار زاديتي، اشنو كان قال لك واحد الراجل في عهد الفيل، واحد كلمه خايبه، اشنو دارت لك صاحبتك، اشنو دارت لك ماماك باباك، اي حاجه كتبقاي عايشه غير في الماضي، وكتبقاي تحصري وكتقولي انا تعرضت لهاد الحاجه، انا وما تعاملتش مزيان، انا. واخطر حاجه هي هاد دور الضحيه، كيخليك تقتنعي انك ضعيفه، انك ما قادره ديري والو، ولكن راك انت ماشي هكاك، انت انسان بحالك بحال الانسان كله، كتقدر ديري اي حاجه دارها اي شخص اخر ببساطه. وعقليه الضحيه كذلك كتسلب منك القوه الداخليه، قوه بانك قادره ديري بزاف د الحوايج، قادره تخدمي، قادره تقراي، قادره تنجحي، قادره تطوري من راسك، كتسرق منك الطاقه والحماس. تخيلي معايا عقليه الضحيه بحيث انك دائما كتشوفي راسك ضحيه، كتبقاي دائما جالسه ولا ناعسه كتبكي وتشكي وتفرجي في مسلسلات حزينه، كتسلب منك الطاقه والحماس باش انك تخدمي، تخرجي، تلعبي، ديري اكتيفيتيز زوارين، تشوفي الحياه كيفاش دايره، ذوقي التعب ديال النجاح، ذوقي التعب ديال الخطوات اللي غيوصلوك للنجاح اللي بغيتي او لداكشي اللي كتمناي. كتسلب منك هاد المتعه، كتخليك تعيشي نفس القصه مع ناس مختلفين، دائما قصتك معوده مع الافلام، مع اغاني، مع اصحابك، العائله، دائما كتبقاي هكا كتعيشي نفس الحزن مع اي حاجه، وكل فيلم كتقولي هذا كيشبه ليا، هذا بحالي فحالو، نفس القصه، هذا بكاني حتى هي امها عايراتها، هذا بكاني حتى هي فقيره فحالي فحالها، دائما كتبقاي تعاودي نفس القصه مع ناس مختلفين، وكتخليك هاد الضحيه دائما تسولي علاش انا، علاش تعرضت لهكا، علاش اداوني انا، علاش انا طرالي هكا، عوض ما تقولي شنو نقدر ندير دابا باش نعاش هذا المشكل، اشنو نقدر ندير دابا باش نحلو ولا باش نولي احسن. ولكن خلينا نتفقوا انك تكوني ضحيه حاجه زوينه ومريحه، حيت دائما كتعطي عذر لراسك باش ما تنوضيش تخدمي، باش ما تقرايش، باش ما تخرجيش، باش ما ديريش الخطوات اللي خاصك ديريها ولا اللي مفروض عليك ديريها باش تنجحي ولا باش توصلي لداكشي اللي خاصك توصلي ليه. دور الضحيه كيخليك دائما تقولي انا ما نقدرش نقرا دابا حيت انا مقلقه، انا طرالي هكا غادي نرحم راسي، غادي نمشي نجلس ما غاديش ندير هذا الشيء، انا يا جار لي هذا المشكل ما نقدرش ندير هادي. داكشي اللي كيخليك ما تنجحيش حتى في حياتك، حيت كتكون عندك اكثر يا دور الضحيه، دائما كتقولي انا ضحيه، انا طراو ليا مشاكل، ما غاديش نوض دابا نخدم ولا نقرا، الشيء اللي كيخليها مريحه، بحيث غير كتاكلي كتنعسي، تقدري تكوني كديري شي حاجه بسيطه في اليوم ديالك، سكرولين صافي. يعني هاد المنطقه كتجيك صعيب تخرجي منها، داكشي علاش كتكوني متشبته بهذا الدور.
فأول حاجة خاصك ديريها باش تخلصي من هاد دور الضحية أو عقلية الضحية هو تعترفي أنك كتعيشي بها، اعترفي أنك نتي كتشوفي راسك ضحية وكتعاملي كضحية مع المشاكل ديالك ولا مع الصعوبات ديالك، اعترفي بأنك أي مهمة خاصك ديريها أو لا خدمة قراية خاصك ديريها كتحطي أسباب أو لا أعذار كونك ضحية ما خاصكش ديري هذه الخدمة أو ما خاصكيش ديري هذيك القراية، اعترفي أنك كنتي هكا دايرة وتقبليها وسامحي راسك، ولكن ما خاصكيش تستمري بها، وبداي تعالجي أو تواجهي المخاوف ديالك، واجهي أي خوف جاك إلا خرجتي من داك الدور ديال الضحية، علاش أنا مبغيتش نخرج منه، علاش أنا مرتاحة فيه، واش خفت من النجاح، واش خفت نوصل، واش خفت نكون مستمرة، واش خفت من الانضباط، أي حاجة كتخلعك واجهيها، وفي الآخر غادي تلقاي راسك أن داك الخوف كله غير وهم، حتى حاجة ما كتخلعك غير وهم أولا خوف من الخوف أولا خوف بزاف كيكون في البداية ديال الانضباط ولا الخروج من منطقة الراحة. وثالث حاجة تقدري ديريها واللي غتهني كامل التفكير بضحية أولا تفكري أنك انتي الضحية في القصة هو بدلي السؤال من علاش طراليا فحال هكا لشنو نقدر ندير دابا، ما تبقايش دائما تسولي شنو السبب ورا المشاكل اللي طراو ليك اولا علاش طراو ليك، علاش وقع ليك هكا، علاش ماتوا ليك عائلتك، علاش نتي ماشي غنيه، علاش انايا ما عنديش واحد الشكل مثالي، علاش انايا تعرضت لهاد المشاكل. دائما قولي شنو نقدر ندير دابا، انا دابا سقطت اشنو نقدر ندير، نعاود نقرا مزيان نبدل كيفاش كنقرا، خرجت من الخدمه غادي نقلب على خدمه اخرى، ما غاديش نسول علاش جراو عليا من الخدمه، حيت الشي ما كيعنيش انك ما غتقلقيش غتكاكي، ولكن ما تبقايش جالسه في نفس القصه في نفس السيناريو وتبقاي دائما تبحثي علاش وكيفاش وعلاش طرالك هكا. قلبي على حل اللي ما يطراش لك به هكاك مره اخرى، قلبي على حلول كيفاش نتي تولي حسن من هداك الشيء اللي طرا عليك، تولي احسن من كيف ما كنتي وتخرجي من ديك الدائره ديال علاش طرا ليا هكا. وفي بالك راه حتى لو بالضحك كتشكي راه كيأثر على النفسية ديالك وعلى التفكير ديالك، حتى لو كنتي غير بالضحك هكا مع صحاباتك كتشكايو حنايا تزادينا فقراء، حنا ما كنقراوش مزيان، اوف على حياتها صعيبة، الناس خانونا، الناس داروا لينا، هذيك الشكوى واخا غير بالضحك اولا غير كتقولوها ببساطة ولا غير شكلي راه كتأثر على النفسية وكتأثر على التفكير ديالك، بحيث كتولي تفكري دائما انت ضحية، دائما كلشي طالع لك انت، ماشي انت اللي درتيه وماشي انت اللي مسؤولة عليه وماشي انت اللي متحكمة فيه. فحتى لو بالضحك راه هادشي كيأثر وبزاف، فحاولي تنقصي منه. واخر حاجة واهم حاجة هو عودي الشكوى بالامتنان، دائما امتني انه عندك شي حوايج اخرى احسن من داكشي الخايب اللي طراليك، امتني ان داكشي اللي خسرتي قل من داكشي اللي عندك، دائما غتلقي عندك مميزات نعم انتي ما شايفاهوش ومركزاش عليهم احسن من داكشي اللي ما عندكش. كاينين بزاف الناس طرا ليهم اسوء حاجه علينا، طرا ليهم اسوء حوايج ما كيساويوش داكشي اللي عندنا ولاو غير في 1% وعايشين مزيان وكيحمدوا الله وكيبدلوا من حياتهم الطريقه ديال التفكير ديالهم. دائما مابقايش تشوفي الجزء الفارغ من الكاس، شوفي الجزء الممتلئ، ما تبقايش تشوفي غير الخساره غير المشاكل غير المآسي غير الحوايج اللي غيخليو تحسي بضحيه. شوفي كاين ما أسوأ منك، شوفي ناس في فلسطين كيتعذبوا وعايشين العذاب والحروبات ورغم ذلك عايشين وكيفرحوا ومنبسطين، وانت على الاقل عندك فين تسكني، عندك ما تاكلي، كتنعسي مرتاحه، ما كتخافيش لا تفرق عليك شي قنبله ولا شي حاجه. يعني هذا بحد ذاته راه نعمه كبيره اللي تخليك في الصباح تنوضي وتحمدي عليها الله وتبداي خدمه من جديد وتكوني متفائله اليوم جديد والحياه جديده. ديري في بالك ماشي اللي وقع ليك هو اللي كيحدد حياتك، ولكن الطريقة اللي قررتي تعيشي بها من بعدو، إما تبقاي ضحية للماضي ولا تولي سيدة الحاضر ديالك. دور الضحية مريح ولكن كيسرق عمرك. كانت معكم ميمة، إذا بغاتكم توصلوا لأحسن نسخة نفسية منكم دمتم في أمان الله.